راجل امر الله باش يذبح الولد ديالو اللي عنده في الدنيا، الولد اللي تسنى هذه سنوات ومع هادشي كامل ما ترددش وامتثل امر الله عز وجل. هذه ماشي قصه من الخيال، ولكن هي الاصل ديال واحد من اعظم العبادات في الاسلام. القصه كتبدا مع نبي الله جدنا ابراهيم عليه السلام اللي ابتلاه الله بلاء عظيم من بعد سنوات ديال الدعاء باش يرزق الله بالولد، فاستجاب الله له ورزق سيدنا اسماعيل عليه السلام. وهنا كيجي الابتلاء الاكبر، شاف في الرؤيا انه كيذبح في الولد ديالو، والرؤيا ديال الانبياء وحي من عند الله. مشى ابراهيم عليه السلام عند الولد ديالو وقال ليه: ولدي شفتك في المنام اني كنذبحك. يقول الله عز وجل في سوره الصافات: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فكان من جواب إسماعيل عليه السلام فيه تسليم لأمر الله، وقال ليه: قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. هنا تيبان لك الإيمان الحقيقي كما قلت، التسليم الكامل لله بلا حتى شي تردد. الأمر جا فزيد على بركة الله، وفي اللحظة اللي جدنا إبراهيم عليه السلام غينفذ الأمر جاه الفرج من عند الله عز وجل وقال: وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. هنا ما كانش المقصود حرفيا أنه باش يذبح الولد ديالو إسماعيل، ولكن كان اختبار من عند الله عز وجل في الإيمان والطاعة. ومن هذه القصة جات شعيرة ديال الأضحية في عيد الأضحى، واللي كيف ما نقولوا في المغرب العيد الكبير اللي شرع الله في الإسلام على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكتعتبر عبادة مرتبطة بالتقوى وماشي بالمظاهر، كيف ما مذكورة في سورة الكوثر: فصل لربك وانحر. وقال كذلك في سورة الحج، وسمعوا مزيان الله يرضي عليكم: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. باش نتفاهموا الاخوان، الاضحيه ماشي غير اجي وجيب الحولي او لا غيره اللي يصلح انك تذبحوا غير هكاك، وماشي عاده اجتماعيه اللي ولات هذه هي اللي طاغيه في المجتمع المسلم، ولكن هو تقوى الله وشكر نعم الله واحياء لسنه جدنا ابراهيم عليه السلام. ونتفكروا ان الايمان والصمود والثبات على طاعه الله كيحتاج تضحيات، ولكن للاسف في هذا الوقت اللي تنعيشوه ولا عند البعض فقط مظاهر ومقارنات وضغط اجتماعي خانق، لا من الناس اللي قراب او حتى الجيران. وفي الغالب كذلك يكون الغلاء والجشع والاستغلال، واللي يخلي حتى اللي قادر ومسك عليه الله انه يتردد ويشوف الامر بطريقه ماديه اكثر ما هي تعبديه. ومع هذا الشيء كتبقى ان الاضحيه ماشي اللي عنده قرون كبر من الاخر ولا هذا النوع احسن من هذاك، ولكن اللي عندهم النيه الصادقه الخالصه لله عز وجل وكسب الاجر والثواب. والاسلام ما جعلهاش عبء، حاشا لله. والله سبحانه وتعالى ما كيكلفش الواحد اكثر من الطاقه ديالو، وانما جعلها سنه مؤكده للقادر وماشي فرض على اللي ما قادرش. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. دين الاخوان رحمه وتيسير وماشي مشقه. وفي الاخره الاخوان، الرساله ديال الاضحيه كتبقى بسيطه وعميقه في نفس الوقت. ماشي المهم شنو كتذبح، ولكن علاش كتذبح. واذا ضحيتي فليكن قلبك قبل مالك ونيتك خالصه لله وحده. وصلوا على النبي وعيدكم مبارك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.